قوله في ليلة مخصوص بالقراءة في ماذا؟ في الليل ولا لا؟ قبل النوم يعني. في الليل. متى يبدأ؟ من غروب الشمس. أذان المغرب، إذا سمعتم أذان المغرب دخل الليل. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. هنا يتبين إيش معنى الكفاية، لأن خص الكفاية بماذا؟ دخول الليل. بالليل. فيه الشرور بالليل. ولذلك نأتي إلى معنى هذه الكفاية، لأنها ذكرت مطلقة. هذه الكفاية مطلقة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، هو أفصح العرب، أوتي جوامع الكلم. نعم. واختصر له الكلام اختصارا، فهو أراد أن يرسل هذا لمعنى أو لمغزى. ولذلك اختلف العلماء في معنى هذه الكفاية. نعم. ما الذي كفاه؟ ذكر أنه يعني كفي من قيام الليل. نعم. في الفضل. وقيل كفي من قراءة القرآن. الله. وقيل كفي في الثواب مما يطلبه في عمل غير قراءة هاتين الآيتين. عظيم. وكفتاه من الشرور. وقيل كفتاه من شرور الإنس والجن، من شر كل ما يحذره على نفسه. لأنك أنت نايم ما تملك أمرك، يحفظك رب العالمين. نعم، فيحفظك الله سبحانه وتعالى من الشرور الظاهرة والخفية التي لا تعلم من أين تأتي. إذن هذه معاني، وإيش نقول في مجموعها؟ يعني ذكر النووي وقد يراد بالجميع أن الله يكفي في الثواب ومن الشرور، ويكفي من قيام الليل ومن تلاوة القرآن أو من قراءة القرآن على وجه الإطلاق. يعني لنفرض أن الشيخ واحد كان في ليلة كسلان تعبان ما هو قادر يقوم الليل، نقول اقرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. والله يا أخي العزيز، هاتين الآيتين يعني، وأنا أنصح الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن تعلموا، يعني كل شخص يسمع كلامي أنا أرجو وأطمع من أن يحفظ هاتين الآيتين. هي تبدأ من وين؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآيتين. فانصرنا على القوم الكافرين. نعم، فانصرنا عند قولي فانصرنا على القوم الكافرين في ختام هذه السورة. أنا أنصح نصيحة والله صادقة أن كل مسلم ومسلمة يحفظون هاتين الآيتين. الأمر الثاني، نعم. علموا أولادكم. جاء في بعض الآثار وذكر ابن حجر في كتابه فتح الباري أن جاء الأمر بتعليم النساء وبالأولاد وأهل البيت هاتين الآيتين لعظيم فوائدهما. أن تخشى على ولدك، على طفلك الرضيع، تخشى على نفسك، تخشى على أولادك خارج المنزل مثلا. إذا قرأوا هاتين الآيتين الله يكفيهم من كل شر، يكفيهم من كل شر، فضلا عن الفضائل الأخرى. من كفاية قيام الليل، من تلاوة القرآن، من الثواب العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. جميل. يعني حسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، يكفي. وأيضا من آثار ذلك أو من فضائل هاتين الآيتين ما جاء في حديث الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام خص بثلاث: أعطي الصلوات الخمس. الله. حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم: أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة. سبحان الله. وغفر لمن لم يشرك من أمته شيئا، المقحمات يعني كبائر الذنوب، غفرت لمن لقي الله لا يشرك به شيئا. وحديث ابن عباس الآخر لما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع جبريل عليه السلام سمع صوتا في السماء قال هذا باب فتح من السماء. الله. قال وهذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل اليوم. سبحان الله. وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. يعني لن سورة الفاتحة بحرف إلا أعطيته. العجيب أن سورة الفاتحة اشتملت في نهايتها على دعاء، وآخر آيتين من سورة البقرة أيضا اشتملتا على أدعية، على دعاء وعلى أدعية متنوعة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. لن تقرأ بحرف إلا أعطيته، يعني إذا دعوت الله بهذه الدعوات أعطيت ما سألت. نعم. وهذا فضل من الله عظيم. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أعطي خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. يا رب. هذا كله يدل على خصائص هاتين الآيتين.